أعزائي المستمعين، متواصلين معكم وهذه الفترة المفتوحة. وزي ما كنا قبل الفاصل بنتكلم عن ذوي الهمم والاهتمام بذوي الهمم. النهاردة بنجري حوارنا الممتع والجميل والبناء مع الأستاذ الدكتور مجدي حسن علام، أستاذ الإرشاد الأسري والطب النفسي. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور مجدي. أهلا بيك يا دكتور محمد، أهلا بجميع العاملين في الإذاعة التعليمية ومستمعي الإذاعة التعليمية. يمكن في اللقاء السابق مع حضرتك وعدنا مستمعينا ان احنا هنتكلم عن الوسواس وانواع الوسواس والوسواس القهري. عشان نتكلم في الوسواس في علم النفس يا دكتور محمد بتبقى عبارة عن أفكار أو عبارة عن خواطر أو نزعات أو صور متكررة، طفيلية استحواذية، ما بيقدرش الشخص يتحكم فيها، هو بيحاول يقاومها وبيفشل في كثير من الأحيان رغم علمه بعدم منطقيتها وإدراكه بعدم صحتها أو صحة التفكير فيها. وعشان كده لما بنتكلم على الوسواس لازم نبقى عارفين إن هي عبارة عن اضطرابات نفسية بيعاني منها أغلب الأشخاص يا دكتور محمد. بتكون متعددة الأنواع والدرجات، منها اللي ممكن لا يمكن ملاحظته وبيكون مؤقت وبيزول بزوال السبب، زي القلق، الخوف من الحيوانات أو الظلام. والآخر بيتطور بعض الاضطرابات لدرجة التأثير على سلوكيات الإنسان وبتوصل بأفعال لا إرادية بتفتقر كثيرا إلى المنطق، ومنها اضطراب الوسواس القهري. هل احنا يا دكتور الاضطراب ده يعني واحنا في مرحلة الطفولة ممكن تخوف الطفل الصغير بكذا، هجيب لك كذا او اجيب لك كذا، هل ده ممكن يعمل وسواس ويعمل اضطراب في مرحلة من المراحل دكتور مجدي؟ ما احنا لازم نبقى عارفين حضرتك ان العوامل المسببة للوسواس القهري منها العامل الوراثي، ودي بتزداد احتمالية إصابة الشخص بالوسواس القهري لو كان أحد أفراد العائلة مصاب بيها يا دكتور محمد، بس ما تحددش لغاية الآن إيه هي الجينات المسؤولة عن ذلك. قد يعني يؤدي الوسواس مرض وراثي يا دكتور مجدي؟ من احتمالية إصابة الشخص بالوسواس القهري إصابة أحد أفراد العائلة، وقد يكون عوامل بيئية ممكن تلعب الظروف البيئية المحيطة، الأزمات الشخصية اللي بتحصل في حياة الشخص، زي سوء معاملة، اعتداء في مرحلة الطفولة، وفاة شخص عزيز، أعباء وضغوط مالية وعملية، علاقات أسرية. كل دي بتكون سبب من أسباب الوسواس القهري، وقد يرتبط بالاكتئاب، بالاضطراب القلق الاجتماعي، اضطراب الأكل، اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند بعض الأفراد. عشان كده يا دكتور يعني بنقول يعني أنا ألحظه إزاي عند الأطفال عشان ألحقه وأعالجه أو أخليه يروح لدكتور نفساني أو هل له أدوية كيماوية يا دكتور مجدي؟ والله حضرتك النهاردة الأعراض القهرية بتبقى أفعال وسلوكيات متكررة بيفعلها المصاب استجابة للأفكار الوسواسية. وفي حالات الوسواس القهري الشديد يا دكتور محمد قد يستمر المريض في تكرار السلوكيات طوال اليوم لدرجة إن هو ما بيقدرش يقوم بمهامه اليومية. زي مثلا نلاحظ إن بعض الناس اللي عندها الوسواس القهري الجسدي يقعد يغسل في إيده، يستحمى كتير، يستخدم فرشة السنان ويغسل سنانه، بيقعد ينظف في الأدوات المنزلية بصفة متكررة، يقعدوا يرتبوا الأشياء وينظموها بطريقة معينة، بيقوم يتأكد إن الباب مغلق بتاع الشقة أو باب الغرفة، إن الجهاز اللي هو كان شغال عليه سواء الكمبيوتر أو اللاب مقفول.
يقعد يبص على الإقفال والمفاتيح والترابيس، دايما. او حتى في العبادة، يعني دايما يبقى عنده وسواس في الصلاة، في البتاع، هل انا متوضي، هل انا صليت، هل انا شاكك في كذا. دي يعني حتى بتيجي احيانا في العبادة كمان يا دكتور. ما دي الوساوس بقى الدينية. والوساوس الدينية يا دكتور محمد بتتعلق بالأفكار أو المشاعر أو السلوكيات أو الشعائر أو المواضيع الدينية أيا كانت. جزء كبير منها بيقع ضمن نطاق اضطراب الوسواس القهري في الطب النفسي. من المهم هنا ان احنا نلاحظ ان وصفها بالدينية لا يعني انها بتنشأ من الدين او بسببه الضرورة، بل بتتعلق به موضوعا. ممكن يعني اتفضل. اتفضل يا دكتور. ممكن الوساوس الدينية تكون متعلقة بسلوكيات تعبدية أو متعلقة بالأفكار والعقائد لو كانت الوساوس عقدية. لازم نفرق هنا بدقة وبين الشك والتساؤل بوصفه بنقول عليه حالة إنسانية طبيعية. التساؤلات المعرفية أو الوجدانية، الوسواس في حالة متطرفة من الشك والأفكار الطفيلية اللي بتستحوذ على الإنسان بشكل واضح دون ان هو يستطيع التفكير بشكل منطقي حيالها. ولو انا يمكن اعرف يا دكتور، يعني حتى يعني زوج متزوج حديثا ولسه يعني عنده طفلة، يعني بعد يعني سنتين او اكتر، وطبعا من برضه زوجته ربما يكون عندها الوسواس القهري لدرجة انها ممكن تخلي البنت دي وهي في الطفولة وفي هذا البرد استحمام مرة واثنين وثلاثة في اليوم، يعني حرص على النظافة زيادة، كذا كذا، الوسواس في أكل، الوسواس الأكل ده فيه كذا، الشرب ده لا فيه كذا، الإناء ده مش كويس، يعني غسيل زي ما حضرتك قلت ممكن تغسل الصابونة بالصابونة كمان. فطبعا ده برضو يعني نوع من أنواع الوسواس. هل ده بيبقى بقى نتيجة علاجه؟ طبعا ما فيش اقتناع، هو طبعا بيكون ما فيش اقتناع بوجهة نظري ان يعني النظافة الزائدة عن اللزوم بتصل الى مرحلة الوسواس. برضو يا دكتور محمد عشان نوضح لازم نبقى عارفين ان سيطرة الهواجس او الوساوس او المخاوف المعينة اللي بتسيطر على المريض بحيث انها بتؤثر وتؤثر على خوفه وتوتره المفرط. يعني لو قلنا انواع الوسواس اللي بيعاني منها المصاب، في وسواس التلوث اللي هو زي ما حضرتك قلت، المصاب بهذا النوع بيبقى عنده قلق مسيطر عليه وخوف شديد على نفسه وعلى الاشخاص اللي بيحبهم زي ما هي بتخاف على بنتها من التلوث والتقاط الامراض. وبيظهر ده من خلال غسل اليدين والجسم والاستحمام المتكرر والتنظيف المتكرر للاشياء، وبيستحوذ عليهم حتى القلق ان هم لو محتاجين يخش التواليت ما بيخشوش وما يستخدموش المراحيض العامه. ما في كتير منهم ما بيصافحش ويسلم على الاخرين، في منهم بيخاف يمسك مقبض الابواب وبنشوفهم في العمل الابواقي او حاجه او صح لازم يبقى لابس جوانتي. في منهم بيخاف يزور صديقه او حد من العيله في المستشفى. في بيخاف يخش اماكن عامه يتناول الاكل، او في ناس منهم بتخاف تمسك العملات المعدنيه او العملات عموما في جميع افكارها. وده اسمه الوسواس التلوث. في بقى نوع تاني اسمه اقترار الوسواسي، ده المصاب بيه بيبقى عنده تعمق شديد ويطرح اسئله، بيتطرق لموضوعات ذهنيه يا دكتور محمد بطريقه غير موجهه، بحيث ما بيأديش بيه التفكير للوصول لحل او استنتاجات. بيبقى مشغول البال على طول، بيفكر دايما منفصل عن الواقع.
معظم الافكار اللي بتبقى فيها هذا الوسواس او الاكترار الوسواسي بتبقى مواضيع دينيه او فلسفيه او ميتافيزيقيه، كالتفكير في الحياه بعد الموت، اصل الكون. النوع الثالث بقى اللي هو التدخل او الاقحام. المصاب في هذه الحاله بتسيطر عليه افكار سيئه جدا، الافكار تكون بغيضه مقلقه مرعبه، بتؤثر في حياته اليوميه وعلاقاته مع الاخرين. المصاب بهذا النوع يا دكتور محمد اللي هو الوسواس التداخلي الاقحامي بيستاء من وجود هذه الافكار لحد كبير، بيبذل مجهود غير عادي عشان يمنع الحدث ان يحدث عنده. من الامثله دي اللي هي وساوس العلاقات، بيبقى عنده دايما شكوك علاقته مع الغير او مع شريكة حياته، بيحلل تصرفات الغير بشكل مستمر ومبالغ فيه، بيشك في صدق علاقاته واخلاصه واخلاص الشريك له، بيضعه تحت ضغطه، وفي النهاية بيؤدي الى انتهاء العلاقة مع الصديق او مع الشريك. في بيبقى عنده من هذه الانواع برضو التداخليه الاقحاميه حاجه بنقول عليها التفكير السحري. ده بعض الناس بتعيش في بعض الافكار الخرافيه او السحريه، خايف من ظهور افكار سيئه بتحصل له على ارض الواقع. لو سمعتوا ان مثلا بيقول ده فلان راح عند الشيخ فلاني وفكله سحر، بيرتبط على طول نفسيا بهذا الموضوع. في ناس بترتبط دايما بقراءة الأبراج، مع انه بيبقى هو عارف ان البرج ده هو ده الحظ بتاعه بتاع النهارده حسب ما يقراه، ما عندوش قناعة. الايمان بالابراج، ويعني في ناس كانت تجيب الصحف واول صفحه حظك اليوم، او يعني تلاقي الابراج ومؤمنين بيها ايمان شديد، لدرجه ان هو ممكن يعني حتى يوافق على الزواج من ده، لا ده هو برج كذا او برج كذا ما يتركبش مع ده، يبقى انا ارفض الزيجه بسبب ده يا دكتور مجدي. انا كنا بنعالج حالة يا دكتور محمد كانت مرتبطة بالالوان والارقام. لو صحت الصبح وشافت رقم معين قدامها يبقى حظها حلو قوي النهارده وجاي لها فلوس وكده، ولو لقيت رقم تاني يبقى حظها النهارده وحش، وتفضل عايشه في انتظار السوء. وده طالع بيبقى عندها ان هو في طالع بالنسبه لها سوء. لو شافت لون معين يبقى النهارده يوم حلو، لو لون تاني ودي الحمد لله وخرجناها من هذه الافكار. لان في بقى بعد كده في افكار العنف، في ناس بتبقى مصابه بقيام باعمال عنف ضد الاخرين. دي الافكار اللي بتسيطر على الكثيرين. والنهارده لو قلنا بقى يعني واتكلمنا على الناس اللي عندها وسواس الترتيب اللي انا قلته لحضرتك، ده في الاكتناز القهري، بيحتفظوا باشياء مهترئه عديمه الفائده، قديمه جدا. يعني انت ليه محتفظ بالحاجات دي، او انت محتفظه ليه بالحاجات دي؟ مش قادرين ياخدوا قرار بالتخلص منها او يرموها في الكمام. ده بالعكس تلاقي عندهم غرف والبلكونات مليانه بهذه الاشياء المهترئه. ويعني لكن تفرق اظن يا دكتور مجدي بين حد بيحب يقتني التحف والحاجات دي، يعني الحاجات اللي ذات قيمه، عشان بس ما يبقاش عند مستمعينا خلط. يعني انا ممكن احب اقتني حاجات قيمه، حاجات من عصور مختلفه او كذا، عكس اللي بيحاول يحتفظ بكل شيء مفيد او غير مفيد. شفت حضرتك قلت ايه؟ حاجات مفيده، نعم، اشياء قيمه. اما اللي عنده الاكتناز القهري ده بيحتفظ باشياء مهترئه قديمه. يعني انا شفت احدهم كان محتفظ بكم من المجلدات الميه طالتها وبوظتها، ورغم ذلك محتفظ بيها. تطلعها يعني حطها في الشمس، لا لا انا عايزها تبقى كده.
ودي بيبقى المشكله عندهم ان هم ما بيقدروش ياخدوا قرار ان هم يتخلصوا من الحاجات دي يا دكتور محمد. طب هل ده مرتبط بالمستوى الثقافي يا دكتور مجدي الوسواس؟ لا لا، ملوش دعوه ملوش خالص صلة بالثقافة. بالثقافه. النهارده ممكن الاضطرابات زي ما قلنا في عوامل جينيه وفي اضطرابات كيميائيه في الجسم. الدور ده ممكن يكون نسبة هرمون السيروتونين. السيروتونين ده بيصيب ناس كتير نقصه وسواس قهري، لأن هو ده الهرمون اللي مسؤول عن إرسال رسائل بين خلايا الدماغ والمشاركة في التفكير وتنظيم العمليات في الجسم زي النوم، الذاكرة، القلق، التوتر. هل هناك أغذية محددة أو فواكه محددة لو تناولها المريض بتحسن أو بتقلل الوسواس يا دكتور مجدي؟ احنا دايما بنقول، عشان بس كان الناس تقول لي هو انت حضرتك بتقول ان المكسرات. ايوه، المكسرات دي بتقاوم وبتزود الهرمون بتاع السيروتونين اللي هو مسؤول عن حالات الاكتئاب وقلة النوم. والنهارده الرمان ده من الفواكه ذات المكنون اللي مليء بالفيتامينات اللي بتأثر على الحالة المزاجية، زي اليوسفي، وده منتشر اليومين دول، هو والبرتقال. ودول ليهم تأثير، لأن عارف حضرتك الفيتامين سي ده من أحد الأساسيات اللي بتأثر على العوامل اللي بتساعد الإنسان على الفيتامين بيكون في جسمه، وبتبعده خالص عن الإصابة بالأمراض اللي بنقول عليها بتسبب نقص هرمون السيروتونين. خد بالك يا والحمد لله دكتور. متوفر عندنا في الجوافة، في الليمون، في اليوسفي، في البرتقال، يعني فواكه كتير يا دكتور مجدي، وفي ايد الجميع، يعني ثمنها مش غالي ولا حاجة. ويمكن الحمد لله ان احنا حتى قلنا قبل كده حضرتك ان نقص الانطلاق الانسان انه يقف في الفتره اللي بتبقى فيها الشمس عشان يرفع عنده هرمون السيروتونين وهرمونات اخرى اللي بتشعره بالسعاده، بتبعد عنه الهواجس. ان النهارده في ناس كتير والحمد لله خدت بكلامنا وبتاخد عمليه الشجاعه الشمسيه. انا بسميها الشجاعه الشمسيه. ما بيقعدش بقى متخوف من الهواء، لا، الشمس بتبقى جميله جدا وبتتمحور هذا الموضوع في اصابه الكثيرين بالاكتئاب الموسمي اللي احنا اتكلمنا عليه. لو والاكتئاب في فصل الشتاء بالذات يعني. لان النهارده التأثير الضوء له تأثير مهم جدا على الحالة النفسية وما يصيب الآخرين. خد بال حضرتك، النهارده في الوساوس الدينية زي ما انت بتقول حضرتك واتكلمت فيها، بتبقى عبارة عن أفكار بتبقى اقتحامية بتقتحم البني آدم حول وجود ربنا. إيمان الشخص بأنه غير جدير بالمغفرة والرحمة، الخوف المتكرر وغير المنطقي من عدم إتمام أركان الصلاة. تلاقيه في الركعة الثانية مش فاكر هو الركعة الرابعة والثانية. كل الحاجات دي سيدنا النبي أجاز فيها العودة إلى صلاة السهو، العودة إلى السجود السهو، العودة إلى استكمال الركعات. الشك المستمر ده دايما تبني على الأقل، يعني لو شكيت صليت 3 ركعات أو 4 خليهم 3. أيوة، عشان شكيت صليت تكمل 2 ولا الركعة 3 خليهم 2 الأقل، واسجد للسهو يعني. تمام. وحتى يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عالجها بأمر كويس، الوسواس اللي بيتشائموا من أرقام أو ألوان أو إنه يقابل حد أو طائر معين، قال لا عدوى ولا طيرة، يعني ما فيش تشاؤم في الإسلام، لأن كان من عادة العرب إن هم بيطيروا دايما طائر قبل السفر، فإن اتجه يمين يبقى خلاص السفر هيكون كويس،
اتجه ناحية الشمال فكان بيتشائموا. فالرسول قال لا، مفيش طيرة، يعني مفيش تشاؤم ولا عدوى ولا طيرة، بل تفاءلوا بالخير تجدوه. وعشان كده استكمالا لحضرتك الطرح اللي انت قلته، بنلاقي في ناس كتير بيكون اتوضى يرجع تاني يتوضى. الشك المستمر الدائم عندهم بيكون سببه نفسي. الواعظ الديني يا دكتور محمد دايما احنا بنقول طمأنينة القلب أعظم من سعادته، لأن السعادة وقتية والطمأنينة دائمة. من أعظم أسباب الطمأنينة ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النهارده اما بنرجع لسورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. النهارده اما بنيجي نقعد نبحث في شر الوسواس، قد يكون شر الجن في وسوستهم صدور العباد، وقد يكون شر الإنس لنفس الصدور اللي بيوسوس للعباد. انه الخارج بالوسوسه في اليقين هو الوسواس الانسان من نفسه، الوسوسه اللي بيحدث بها نفسه، واخد بال حضرتك. وزي ما ذكر لينا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله تجاوز لامتي عما وسوست به انفسها ما لم تعمل به او تتكلم به. ده بالعكس افضل من كده، نقول يعني من فضل ربنا من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة إلى 10 أمثاله، ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، يعني تغفر له وتكتب له حسنة. يعني فعفو ربنا ورحمة ربنا بعباده، وعشان كده بنقول ما يبقاش فيه الوسواس او ان انا شكيت. عملية الطهارة او الوضوء هو ربنا سبحانه وتعالى بيتقبلها، وهو شيء رمزي، لان بعض الناس ممكن يتوضى مرة واثنين وثلاثة. هي عملية التزام، بدليل انك لو ما وجدتش الماء او ما تقدرش تستعمل الماء اباح ليك التيمم. وكلاما برضو حضرتك، واحنا بنصلي في كثير منا بيصاب بان هو بيجي له هذا الوسواس، واخد بال حضرتك، وهو بيصلي. والنهارده ذكر عن الائمه الصالحين ان هو بينظر شمالا قليلا ويفسق ثلاث ويستعيذ بالله. يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. النهارده يا دكتور محمد الشيطان جاسم على قلب بني ادم، لو سهل وغفل البني ادم هيسهل الدخول اليه. وعشان كده لو ذكر ربنا هيبقى بيخنس الوسواس، بيخنس يعني يختفي. وعشان كده اما النهارده لازم نبقى عارفين ان الوساوس دي لها وجهين: وسوسة الانسان من نفسه، او اغواء من يغويه من الناس، من الجن، من الشياطين، شياطين الانس او شياطين الجن. عشان كده اما بنستعيذ بنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واخد بال حضرتك. وعشان كده انا دايما عندي يقين ان كل ما يكون فيه استعاذة بالله واستغفار وحمد بيبعد عننا وبيخنس الشياطين عنا. ربنا يحفظنا ويحفظ مستمعينا من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. وحلقة مفيدة لمن يعني عنده وسواس، زي ما وعدنا مستمعينا ان احنا تحدثنا عن هذا الموضوع، وكعادة حضرتك يا دكتور مجدي يعني استفدنا من معلومات حضرتك الغزيرة. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، ونتمنى ان مستمعينا يكونوا قد استفادوا من الحوار الممتع والبناء مع حضرتك. شكرا ليك يا دكتور محمد، شكرا لجميع العاملين في الإذاعة التعليمية وجميع مستمعي الإذاعة التعليمية.